أنت مش اللي اخترت أول جمل سمعتها عن نفسك، لكن ممكن تختار تعيد برمجتك من دلوقتي. ليه دايما حاسس إنك مش كفاية أو إنك لازم تبذل مجهود علشان الناس تقبلك؟ السر ممكن يكون في برمجة بدأت من وانت طفل قبل حتى ما تتكلم. العقل الباطن بيبدأ يتبرمج الفترة اللي هي من الأسبوع السادس من الحمل، من 0 إلى 7 سنين، برمجة كاملة بدون وعي. في أول 7 سنين الطفل بيكون في حالة ذهنية اسمها فيتا، نفس حالة التنويم المغناطيسي، يعني أي حاجة بتوصله بتدخل مباشرة جواه كحقيقة مش رأي. الأمثلة: نبرة صوت الأم، تصرفات الأب، مشاعر التوتر أو الأمان في البيت. كل كلمة من الأهل بتساوي رسالة للهوية. التجارب المبكرة بتبني القناعات. مين كان بيقولك إنك ذكي؟ ومين كان بيضحك على فشلك؟ حتى لو بهزار، الرسائل دي اتسجلت. أهم المصادر: الأسرة، الأم، الأب، الإخوة، المدرسة، كلمات المدرسين، الإعلام، ما يقال عن النجاح، الجمال، القوة، الأحداث الصادمة كفقد، ضرب، تنمر. التشبيه: العقل الباطن صفحة بيضة وكل كلمة بتكتب فيه سطر. اللي كنت بتسمعه عن نفسك بقيت بتقوله لنفسك. مش نافع، دايما بتحاول تثبت نفسك. برافو عليك فقط عند النجاح، بقيت تخاف تغلط. الرجالة ما بتعيطش، بقيت تكبت مشاعرك. البرمجة دي بتأثر على علاقتك بنفسك، ثقتك في قدراتك، شكل علاقاتك، نظرتك للحياة والنجاح. تمرين كشف البرمجة القديمة: ارجع لطفولتك. إيه أكتر جملة كنت بتسمعها؟ مين كان بيقولها؟ بتحس إنها بتأثر فيك لحد دلوقتي؟ اكتب الجملة دي واكتب جملة جديدة عكسها. ردد الجملة الجديدة كأنك بتعلم الباطن من جديد. ما لا يلاحظ يظل يسيطر. انت مش مسؤول عن البرمجة اللي حصلت لك وانت صغير، لكن مسؤول إنك ما تفضلش أسيرها طول عمرك. كل لحظة وعي هي لحظة إعادة برمجة. شاركنا جملة قديمة كنت بتسمعها وإزاي شايف تأثيرها عليك. ما تفوتش الحلقة الجاية إزاي الذكريات بتتخزن وتتحكم فيك.